بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا سؤال يا جماعة، ينفع اكل برنجان مقلي من غير زيت؟ هي طريقة واحدة بس، وتابعوني وانا اعرفكم ازاي تعملوا. توكلنا على الله. اول حاجة احنا هنعوز التمليحة عادي. هنجهز كمون وكزبرة وفلفل اسمر، شوية ملح صغيرين، وشوية خرط بقى ايه، كزبرة خضرة. هنجمع بس منها الورق، وادي ايه فصين الثوم. تعالوا بقى نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نقطع ايه القطع متوسطة، ما هياش كبيرة وما هياش صغيرة. يعني انا بوريكم المنظر بالظبط ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الباذنجان من الحاجات اللي هي ممكن تستوى من غير اي حاجة، يعني مش مهم زيت ولا حاجة. انا بشكها في الجناب كده، واضحة ولا لا؟ اهي، عشان خاطر احط لها يعني احط لها الحشوة اللي انا قلت عليها من شوية. معلقة زيت، هتكون زيت ذرة مثلا، لان هو ده اخف حاجة، وزيت عباد الشمس. هنحطها كده ايه في القاع، وهنحط ايه، هنرص البرنجان عليها كده. عايزة اتكلم بالفصحى بس مش عارفة. وهندخلها على النار بقى ايه يعني حاجة هادية كده على ما نخلص. هاخد بس الاوراق بتاعة الكزبرة الخضراء وادقها على الثوم والكزبرة. انا بوريكم ان هي ورق بس اهو. هنحطها بقى على الثوم والملح والكمون، عشان دي هتبقى ايه الحشوة بتاعة البرنجان. هنفرمها كلها اهوت، حاجة بسيطة بس. طبعا كل ده لسه هولع على البرنجان. احنا عايزين اهدى نار ممكن تكون على البوتاجاز، ممكن نعملها. هحاول كده بس، يعني ان احنا نلبسها كده بالحشوة يعني، لان اول ما هتسخن كل دوت هيتشرب من نفس الطعم يعني. ولا زيت ولا مضايقات ولا القولون بتاعنا يقول ما انتش ماشي خارج بره الا بعد 10 دقايق، ولا الكلام ده كله. هنغطيها ونحطها على نار هادية جدا جدا، وبعد مثلا 3 دقايق هنكشف نشوفها. انا قلت بقى نعمل ايه، طبق سلطة كويس كده، مادام احنا ناس بقى رشيقة وبناكل اكل دايت. نعمل السلطة مع بعض على ما الباذنجان يخلص يستوي ان شاء الله. حاولوا بقى تشكلوا في طبق السلطة ده، لان هو اللي هينفعكم في الوجبات السريعة دي. طبعا بقى توصية العيش الردة ما شاء الله، يعني العيش اللي هو مش منخول من الردة والدقيق ده، ما شاء الله يساعدكم مساعدة كويسة. وشكلوا طبق السلطة، حطوا فيه كل الحاجات عشان فيتامينات. طبعا طبق السلطة ده بيساعد على الشبع يعني، وكمان الباذنجان بيساعد على الشبع، لان هو وجبة مشبعة اصلا، بيقعد فترة طويلة في المعدة. انا طبق السلطة اهوت، وعليه قليل من الليمون، ولو حط عليه معلقة زيت زيتون تبقى تمام قوي. رحنا انتقلنا بقى دلوقتي على الطبق بتاع اليوم النهارده اهو. عاطي لون احمر اهوت، والمقلاية فاضية مفيش فيها نقطة زيت. هو خلاص كده هيستوى بالخليط اللي فيه، اللي هو المية بتاعته الطبيعية اللي فيه اساسا. اهم حاجة انها نهدي النار ونغطيها، وبعد فترة نيجي نشوفها تاني هتلاقيها استوت ان شاء الله. شوية كده ونرجع نشوف اهو. مفيش دقايق اصلا، يعني اهم حاجة يبقى النار هادية. نجاح العملية إن النار تبقى هادية. وهو طلع بحمد الله، وشكله حلو ولونه كويس ومستوي كمان. جهزوا بس انتوا كوباية المية وعليها عصرة الليمون، وادي الباذنجان بحاله اهو. وطبق فيه جبنة قريش، بس الإضاءة ما شاء الله حلوة يعني، مضيعة كل حاجة اهو باين اهو. وبألف هنا وعافية. ممكن احنا الفطار ده يبقى حاجة تانية، ممكن يبقى جبنة بس وعيش وسلطة، ممكن بيض وعيش وسلطة، ممكن فول وعيش وسلطة. اهم حاجة ان طبق السلطة محشور زي في كل حاجة.
وصلنا هنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو لايك وشير. السلام عليكم.